اهلا بالمقاطعين الشرفاء. لو افترضنا كده ان في حاجه معينه ما بتتصنعش في بلادك وبلاد المسلمين، يعني من الاخر كده ملهاش بديل ولازم نستوردها من الغرب، فايه حكمها وهل نقاطعها ولا لا، وازاي نتصرف في الموقف ده؟ اولا لو الموضوع اكيد وضروري جدا زي دواء مثلا والمريض هيموت من غيره، فهياخد حكم المضطر لحد ما ربنا يكرمنا ونصنعه بنفسنا باذن الله. بس زي ما قلت لو ده فعلا شيء ضروري، يعني مش اكله معينه ولا رفاهيات ولا تحف والعاب ولا اي حاجه من الكلام ده، من الاخر كده يكون موضوع حياه او موت، ده معناه انه مضطر. ثانيا العالم فيه بدايل تقريبا لكل حاجه، حتى لو البدائل دي مش مسلمه، بس على الاقل ما بتعلنش بشكل واضح العداء ليك وللمسلمين اخواتك زي امريكا وغيرها، وبالتالي مفيش مانع ان احنا نستعين بها مؤقتا لحد ما ربنا يكرمنا ونكفي نفسنا ذاتيا باذن الله. لابد ان احنا نحاول ونفكر نستورد الماده الخام او نستورد تكنولوجيا التصنيع التقنيه، مش مجرد ان احنا عايزين نستورد المنتج نفسه وخلاص، بحيث مع الوقت نعرف ان احنا ننتجه ونكفي نفسنا ذاتيا بيه. وكمان لازم العقول المسلمه اللي موجوده في الغرب دي ترجع بلاد المسلمين تاني وتحاول تفيدهم. ما هو مش معقول علماء ذره وكيمياء وفيزياء وطب وعمالين يعالجوا في الامريكان ويطوروا في المصانع والمعامل بتاعتهم وسايبين بلادهم بتشحت ومش لاقيه، فطبيعي انهم يرجعوا بلادهم ويحاولوا يفيدوهم باللي اتعلموه. واخيرا ما تنساش انك مستغني مش بس مقاطع. ولا تيأسوا، الا ان نصر الله قريب.